اسمعوا على صوتهم. الإخوان السلام عليكم ورحمة الله، تحية للجميع المشاهدين. هذا الفيديو ديال اليوم واحد الفيديو خاص على المنازل اللي هاجروهم مواليهم في البادية. ما السبب الإخوان وراء هذه الهجرة؟ وهذا الشيء كيضر في الخاطر بزاف. كما كتلاحظوا هذه المنازل المهجورة كاينه اللي طاحت بالكامل، انهارت، ومازال الاثارات كما تلاحظوا الاخوان. هادشي كيضر في الخاطر بزاف. الباديه راه 90% على حسب المنطقه اللي انا فيها، وتقدر تكون في جميع المناطق في المغرب، الناس هاجروا المنازل ديالهم. واش الجفاف الاخوان؟ هذا الفيديو للنقاش للجميع الناس اللي مهتمين بالباديه وعزيز عليهم الباديه. حاولوا تشاركونا الاراء ديالكم. ما السبب وراء الهجره من الباديه الى المدن؟ واش الناس كتبحث على طرف ديال الخبز؟ واش الجفاف هو السبب الرئيسي، او هذا الجيل اللي طالع هو السبب في هجره هذه المنازل؟ ما يمكنش يعمرهم. ومازال الاخوان العاطي يعطي. غادي نوصل واحد الوقت ان شاء الله الباديه غادي تولي شبه خاويه. شوف الاخوان، هذه كان بيت ديال الخزين، كان تيديروا فيه القمح، وهنا تيديروا له واحد الباب صغيور من كيسدوا عليه. ها انتم الاخوان شوفوا الحاله ديال الباديه. صراحه هذا الفيديو يستاهل المشاهده والنقاش. علاش؟ حيت هذا الشيء كيخصنا حنا الاخوان كاملين، وبالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الباديه الاخوات ما بقى فيها حتى واحد، راه الله يحفظه صافي. هادشي اللي كاين الاخوان. شوفوا الناس كيفاش كانوا مصايبين المنازل ديالهم. حنا غندخلوا هنا وغتشوفوا كان داكشي تقليدي وعادي، وكانت الراحه النفسيه الاخوان، الراحه النفسيه. هذه كانت صاله، وهذا المرح بما يسمى المرح. تبارك الله قد واحد 4 البقاع في المدينه ولا الارض بزاف. شوفوا الاخوان المساحه فين داير هاد البني تقريبا ماديه واحد 400 متر ولا 500 متر. هادشي علاش نقول لكم الاخوان الباديه راه فيها الراحه النفسيه. كاينش الضيق والزحامات، ولا كل باني بيت في جهه. هادي راه دار وحده، وشوف شحال المساحه بينات البيوت. وهنا فين كانت الكسيبه، هذا سطوان بما يسمى السطوان. هنا فين كانوا تيديروا البقر ديالهم، وهذا حتى هو بما يسمى سطوان. هنا فين كتدخل الاغنام والماعز. اشجار ديال الكاريتوس. هذه المنطقه السماعله، هذه قبيله من قبائل السماعله، دائره وادي زم، اقليم خريبكا. هادو من السماعله الاخوان اللي كانوا سبب في الخروج الفرنسيين. وهادشي راه كاين في التاريخ الاخوان. رجعوا واخا التاريخ ديال السماعله صراحه ممسوح، والناس ما تيخليوش الجيل الجديد. الصراحه انا تنشوف فيه ما عمري شفتو داز في شي برنامج وثائقي في التلفازه ولا شي حاجه. وهادشي تعاود لنا الاجداد ديالنا هما السبب في الخروج الاستعمار الفرنسي، ولهذا الاخوان ما خداوش الحق ديالهم. والله اعلم. هادشي اللي كنسمع الاخوان، حنا كنسمعوا هادشي ما عقلنا عليه ما شناه. وتحيه للناس اهل خريبكا، وتحيه للناس
المغرب كاملين فين ما كانوا، داخل المغرب وخارج المغرب. وشاركت معكم الاخوان هذا الفيديو نفكركم في الباديه، وبزاف الناس هذا الفيديو غادي ياثر فيهم، انا مأكد. بالنسبه للناس محبي الباديه غادي يشوفوا هاد الحاله خاويه وهاد الجو بحال ما كيفرحش، تيبقى فيهم الحال. والحمد لله على كل حال. كون صبات لي ما الشتا، الله يرزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. راه على الاقل هادشي اللي كاين راه فيه البركه. وتحيه المتابعين المشاهدين جميعا. وهذه النبته ديال الكلخ البوبال، شتو البوبال بوباله. سمعوا على صوت هاي البوبال يا البوبال. هاد النبتة هادي ضعافت، النبتة راه كانت تخبى فيا وما تبانش، حتى هي مبقاتش كتبان بزاف، بحال تساقط.